كانوا جاو حتى لعندنا الناس ديال ميكانو المغرب وقدموا لنا البرنامج اللي خدمات عليه افريقيا باش تعاوننا نطوروا المهارات ديالنا ونزيدوا بالميكانيك لقدام، وحكاو لنا حتى على التكوين التاهيلي اللي سهروا عليه، حيت هذه المبادره كتلبي انتظاراتنا كمهنيين، وبقوه الفرحه انخرطنا معاهم ودرنا النيه وصدقات الامور مزيانه. فاستمعت ميكانو المغرب هذه 4 سنين تقريبا، ما تيقتش كيفاش غادي يفهموا التحديات اللي كنواجهوا كحرفيه، ورغم ذلك انخرطت في البرنامج وتبعته. والحمد لله ميكانو المغرب وشركات افريقيا كانوا عند الوعود ديالهم وديما متبعيننا، والدليل الاكبر هو اليوم قدرت نفرح بالشهاده ديالي ونطور راسي قبل ما يفوتني التران. التجربه ديالي دازت زوينه، لأن كان اول تجربه ليا بعدا في التكوين، دازت زوينه حيت تعرفت على بزاف الميكانيسيانات ولينا عائله. عجبتني اكثر لان الاساتذه تواصلوا معنا بواحد الطريقه زوينه واللي ممكن يفهمها اي واحد، واخا يكون قاري واخا يكون ما قاريش. بزاف د الحوايج اللي استفدتهم هو ان البياس كنا تنخدموا به ولا تنبدلو ولا تنشونجيو ما عارفينش السميه الحقيقيه ديالو ولا كيفاش كيخدم، ولينا كنتعرفوا على المشاكل بسهوله. كيجي الكليان عندك المحل كيشوف الشهاده كيعطيك واحد الثقه، كيثيق فيك اكثر، كيعطيك واحد الثقه زايده. بالنسبه لهاد الشهاده كتأهلك انك تخدم السيارات الجداد اللي دوزنا عليهم فورماسيون في التكوين المهني. كنبغي نقول للحرفيه خوتي مشيو ينخرطوا في ميكانو المغرب، الامور كلها غدوز مزيانه وغيطوروا المهارات ديالهم، شي حوايج اللي ما غيكونوش عارفينهم ولا ما واصلينش ليهم كاع غيعرف شي تقنيات جداد باش يخدم، وما يكونش عنده حتى التماره بزاف ويقدر يخدم داكشي ساهل وتكون الامور مزيانه تدوز. أفريقيا منبع السعادة.